السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشتركاتي الأعزاء في قناتكم قناة نور للخياطة. اليوم بإذن الله راح نديرو مع بعضنا موديل في البيزو كوطون للخريف، حاجة سامبل وباهية وغير مكلفة كالعادة. وقبل ما نبداو كالعادة البنات ما تنساوش الجيم وخليو لنا تعليق حلو كما نتوما، دعم شويه للقناه البنات. القناه راهي قاعده غير تهبط، يعني الفيديوهات مش قادرين يجيبوا حتى في 1000 مشاهده. نتمنى تطلعوها شويه البنات. هذا واش نقول لكم. نبداو على بركه الله. هنايا البنات عندنا مترتين البيزو كوطون كما قلت لكم، عندي مترتين. هنايا نتوما جيبوا مترتين. انا هنايا بالنسبه للقماش راهي ماشي مترتين، ماهيش مترتين قد راهي هنايا عندي متر و70 سنتيمتر. نتوما جيبوا مترتين البنات كما قلت لكم. هنا اول حاجه واش غندير لكم، نرسل لكم الورقه هنايا. شوفوا معايا البنات، هنا عندكم المترتين تاع القماش تاعكم. ها هي المترتين اللي شايلين على المتر ونص. ها هي المتر ونص وها هي المترتين. هذه هي المترتين واضحه. ها هذا القماش وشحال تشريو، هذا واضح. هذه مترتين وهذه متر ونص. واش نجيو نديرو القماش تاعنا بالطريقه هذه، في الجهه الاستيك على 2 بالطريقه هذه. ها هي ليكم رايحين اول حاجه ديروا الطول تاعكم. هنا كي تعود عندكم مترتين البنات، اذا مثلا وحده الطول تاعها متر ونص راح يبقى لك 50 سنتيمتر فقط للذراعين، هاد لي مونش. اذا كان الطول تاعك قل راح يبقى لك اكثر، كل وحده والطول تاعها. لذلك تقدري تشري اكثر اذا حبيتي يكون عندك المونش تاعك طويل. هذه مفهوم. هنايا نحيت انايا متر و47 هنايا، عفوا 46 في القندوره تاعي، واللي بقى لي ها هو هنايا. حسوا البنات لي مونش. من بعد واش درت، قسمت هكذا. ها هو القماش تاعي على 2 هكذا باش تكون واضحه فقط على 2. الخلف رايحه نفصلو وحده مطويه على 2، والامام حيتفصل وحده ان شاء الله يكون واضح. هنايا البنات نجيو باش نفصلوا الخلف نتاعنا. هنايا كما قلت لكم راهو على فرد فيت، ها على 2 قصدي ماشي على 4. ها هو هذا الخلف حنفصل اولا الخلف. ها هو طويته على 2. رايحه نبدا القياسات من هنا من الجهه المغلقه اكيد. رايحه نبدا هنا فتحه الرقبه عندي 8 سنتيمتر، عندي الكتف تاعي هنايا 10 سنتيمتر. رايحه ننزل هنا من اعلى الكتف البنات بقيمه 24 سنتيمتر، هذا خط التركيز. رايحه ندير هنا 30 سنتيمتر. 30 سنتيمتر البنات. هنا 30 دوان الصدر تاعكم. هنايا اللي حابه تلبس الموديل هذا راح يتلبس عريضه البنات شويه، ماهوش حيكون على لاطاي، وعلى بالي به الاستيك. انا موافقه نقول لكم في حاجه الاستيك تحبوها على لاطاي ما تزيدوش حق الاتساع، لكن هنايا البنات راح تلبسها عريضه، لذلك البنات زدت حق الاتساع كيما موالفه. درت 30 سنتيمتر. هنا طلعت بقيمه 3 سنتيمتر ورسمت حردة الابط تاعي كيما موالفه عادي، ونزلت هنا بقيمه 2 سنتيمتر مايله الكتف هكذا البنات. هبطت هنايا بقيمه 42 سنتيمتر. هنا الخصر تاعي، وين يجي الخصر تاعي هنا دخلت فيه بقيمه 2 سنتيمتر فقط على دوران الصدر تاعي، يعني دوران الصدر تاعي 30، هنا درت 28 بالطريقه هذه. وصلت النقاط هكا مع بعضهم ورحت للعرض اللي عندي تاع القندوره. هذا مفهوم البنات. هنايا ما كاين لي بانس ما كاين والو. دوران الصدر تاعك هنا تدخلي ليه ب 2 سنتيمتر فقط، هذا هو الحساب. هذا بالنسبه للخلف. اما بالنسبه للرقبه البنات، عمق الرقبه تاعي حنديرها 8 سنتيمتر وراح ندير رقبه دائريه. هذا بالنسبه للخلف، يعني البنات ما فيه والو. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. نجيو البنات هنا للامام. راني كنت البنات قاعده نصور وصوت لي التليفون مزيه، ما يعني ما قصيتش القندوره. هنا رايحين نعاودوا القياسات نديروا جديده البنات. هنايا جبت الامام تاعي بعد ما فصلت الخلف، جبت الامام تاعي درت له بزين خفيفه، عفوا الرقيقه. هذه البنات ها هي حددتها باش تجيكم الخدمه سهله. من بعد واش غنجيو نديرو، هنايا لي طاويه القماش 2. رايحه نجي هنا نخلي قيمه 7 سنتيمتر. رايحه تخلي هنا قيمه 7 سنتيمتر. الا كان عندكم العرض البنات كثر تسمى هنا ما تكونش الدوران الصدر تاعك كبير، تقدري ديري هنايا العرض هنا نتاع 7 سنتيمتر، تقدري ديري 8، تقدري ديري 10 باش تبليه من بعد. رايحين كما قلت لكم هنا نهبط بقيمه 7 سنتيمتر. من بعد البنات من بعد 7 سنتيمتر حنبدا القياسات تاعي. ها هي لكم راح ندير 8 سنتيمتر هنا فتحت الرقبه كما درت من الخلف. راح ندير 10 سنتيمتر الكتف. رايحه نهبط هنا خط التركيز ب 24 سنتيمتر وندير دوران الصدر تاعي 30 سنتيمتر كما درت من الخلف. نفس القياسات البنات. هنا بعد 7 سنتيمتر تحسبوا 7 سنتيمتر ما تحسبوهاش، من بعد 7 سنتيمتر تحسبوا دوران الصدر تاعكم.
ونرسموا حرة الابط تاعنا عادي. بالنسبه لحرة الابط البنات هنا في منتصف خط التركيز رايحين نخرجوا بقيمه 1 سنتيمتر ونديروا حرة الابط. هذا هو الاختلاف هنا في حرة الابط. من بعد البنات واش نجيو نديروا، رايحه نهبط هنا بقيمه 15 سنتيمتر. هنا باش تفهموا عليا هذه هي الرقبه الاساسيه 15 سنتيمتر. ها هي لكم البنات هنا عندي 8 سنتيمتر كما راكم تشوفوا. ها هي من بعد البنات راح نخرج هنا بقيمه 7 سنتيمتر كما راكم تشوفوا. ها هي 7 سنتيمتر، وهنا كذلك راني هبطت بقيمه 7 سنتيمتر. ها هي 7 سنتيمتر، خرجت حتى القيمه هذه تاع 7 سنتيمتر البنات. ها هي لكم، ورسمت الشكل هذا ها بالطريقه هذه. ان شاء الله يكون واضح. عفوا البنات كما قلت لكم هكذا هنايا حنعطيكم القياس شحال. هنايا ها هي 12 سنتيمتر هنايا باش ديروا هذه القيمه تاع 7 سنتيمتر. ها هي ونمشيو هكذا. هنايا عندي 12 سنتيمتر كما قلت لكم. هذه 7 سنتيمتر راهي الزياده تاع لي بلي. هنا اللي حنديروها كشكشه كما راكم تشوفوا. نقص معكم وراح تفهموا عليا. نعدل فقط القماش هنا. شوفوا معايا البنات. هاي 8 سنتيمتر تاعنا هذه. نروحوا للشكل تاعنا هذا. ها هو ورايحه نقص معاه البنات حتى هذا اللي هنايا اللي خرجت 7 سنتيمتر. هكذا البنات. ها لكم البنات هنا بعد ما فصلت كذلك القندوره تاعي عادي. من بعد تدخلوا معايا البنات مليح. عفوا البنات هنا كيما قلت لكم ها هي التفصيله بعد ما فصلنا. من بعد واش غندير البنات، ها هي 7 سنتيمتر. هنا انا بذمه البنات قصيت الطرف هذا كامل لانه غنخدم به القماش ما يكفينيش. من بعد راح تجيو تطويوه البنات هكذا على 2، تولهم معايا مليح. ها على 2 ومن بعد على 4 كيما راكم تشوفوا. واش راح نديروا هنا هذه الزياده البنات تاع الكشكشه اللي حنديروا، وهذا هو الطرف اللي نحتاج. شوفوا معايا كيف راح ندير. ها هو راح نجيبوه هنا لتحت هكا عفوا ونرسموه حتى وين 7 سنتيمتر. ها هو نرسم الشكل ونرسم هنا وين الهبطه تاع 15 سنتيمتر تاع الرقبه تاعي الاساسيه. هاك حاولوا تعدلوا بشوي ونرسموا الشكل هذا. هذا البنات كما قلت لكم ترسموا الشكل هذا. ونقصوها البنات. ها هو لكم البنات هذا هو الشكل اللي رسمناه. عفوا على هذا قلت لكم البنات لازم تكون كاينه عندنا لا فيزير. هذا هو الشكل اللي رسمناه البنات. من بعد راح نخدموا به ونزيدوا هنا نديروا الكشكشه تاعنا. شوفوا معايا البنات هنا باش توضح لكم الصوره. ها هو لكم هنايا هادو الزيادات خرجت لنا هنا. ها هو الطرف اللي حنخدموا عليه. هذا هو الرقبه تاعنا الاساسيه حنخدموا عليها الطرف تاعنا بعد ما نكشكشوها البنات. شوفوا معايا تكشكش هنا تكشكش هنا يولي لنا قد الطرف هذا قد هذا حيدخل لنا هنا ويدخل لنا هنا. حنديروا كشكشه هنا. بالنسبه لهذا الطرف البنات انا حنحي لا فيزيين راني درتها لكم برك باش تجيكم الخدمه سهله، لانه من بعد البنات انا حنهبطوا شويه هنايا هكذا ندير له هنايا كشكشه خفيفه. هنا لازم يكون شفيف لا فيزين باش ما يجيش خشين. هنايا البنات راح نخدم لي مونش تاوعي. هنا فصلتهم هنايا على 4 كما راكم تشوفوا التفصيله هذه تاع المونش تاعنا. درت خط التركيز نفسه اللي هبط فيه 24 سنتيمتر، هبطت بقيمه 13 سنتيمتر وفصلت المونش كما في نفصلوا. هنا البنات الطول عندي هنايا على 36 سنتيمتر. هنايا واش بقى لي من القماش عندي 36 سنتيمتر. وهنا زوج طرف هادو البنات نحيتهم ثاني من اللي بقى من القماش اللي بقى لي. ها هو الطول تاعهم هنايا 15 سنتيمتر. رايحه ندير هنايا حتكون عندي كشكشه زدت لهم هنا تقريبا 8 سنتيمتر. هنا رايحه نديرهم البنات هنا من بعد كشكشه في المونش باش نطول المونش تاعي شويه. هنا مانيش البنات راح ندير كيف راح نخليه هكذاك. هنا البنات ها هو لكم الطرف هذا تجيبوا برا وخيط وديروا تدخلوه هنايا وديروا كشكشه عادي نجبدوه هنا على قد الطرف تاعنا هذا البنات. من بعد واش نجيو نديروا ها هو نخيطوه على قد الطرف تاعنا هذا قد مع الكشكشه هكذا ونديروا خياطه هنا. ها هو لكم البنات هنا بعد ما درنا الكشكشه تاعنا كما قلت لكم. من بعد ما خيطناها البنات راح نجيبوا هذا الطرف هذا رايحين نخيطوه بالطريقه هذه. ها هي هاك
بالطريقه هذه البنات راح نخيطوا من هنا ونفس الشيء نديروه للجهه الثانيه. هما البنات هنا بعد ما خيطنا الجهتين هادو في زوج كما راكم تشوفون، بعد انا هنا درت الفينيت للجهه هذه وهذه الجهه حنجي نخدمها معكم. رايحين نجيبوا البنات الروبه تاعنا بالطريقه هذه. عفوا البنات شوفوا معايا مليح ركزوا كما قلت لكم هنا بعد ما خيطنا الجهتين هادو من بعد البنات انا هنايا فينيت الجهه هذه بلوبير حنعطيكم الجهه هذه. شوفوا معايا هذا الوجه، شوفوا معايا كيف حنجي ندير. ها شوفوا معايا راني على الوجه ونقلب هذا 1 سنتيمتر هنا. شوفوا معايا ها هي راح نفتح هنا نص سنتيمتر هذيك تاع لوبي. ها هي راح نخيط من هنا البنات بكحل شويه يبان لكم مليح. شوفوا معايا رايحه نبدا. ها هي الرقبه تاعي ها هي خيط. ها هي من بعد ما نوصل البنات هنا ها هي 1 سنتيمتر اللي خيطت هذه تاع الحاشيه هذه ها هي نكمل معاها الخياطه. شوفوا ها هي هكذا البنات نفتح لكم هنا باش تشوفوها مليح. ها هي ونكمل البنات الخياطه حتى لتحت هنا ونحبس. من بعد البنات رايحه نقلبها هنايا على الظهر بالطريقه هذه ونخيط كيما موالفين نخيطوا عادي. ها هي لكم البنات قندورتنا في الاخير جات ما شاء الله كيما راكم تشوفوا فيها. تصلح حنايا حتى للحوامل بعد ما درت لها القفايل البنات. ها هو لكم صدرت انا كيفاش جا لي مونش البنات كيما قلت لكم راني ما كففتهمش كيما راكم تشوفوا فيه. نتمنى البنات يكون نال اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير في فيديو اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش البنات جم 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 من فضلكم.